السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايز فيديو النهارده يكون من أهم الفيديوهات اللي هتنزل على القناة، وهو لو أنت في ثانوية عامة إزاي تلم المتراكم في لمدة 15 يوم معسكر مذاكرة تذاكر كل يوم 16 ساعة. بص يا صديقي، قبل ما أبدأ، لو أنت بتسمع الفيديو ده وفاضل على المعسكر أو خلاص فاضل على المدة اللي إحنا محددينها يوم يومين أسبوع، بتبدأوا من أوله بتبدأوا من نصه، ابدأ. حتى لو فاضل يوم واحد بس ابدأ، اليوم دوت هتنجز فيه. إنما هتقعد تقول لو أنا كنت بدأت كذا، لو أنا كنت بدأت كذا، طب لو أنا كنت بدأت من الأول خالص كان هيفرق. ما تقعدش تقول لو، ابدأ وخلاص. إن لو تفتح عمل الشيطان. فابدا واعمل اللي عليك، وعشان ما اطولش عليك يلا بينا. المعسكر ده يا صديقي مدته 15 يوم، فاضل على شهر رمضان 15 يوم تلم فيهم كل المتراكم عليك، وتذاكر فيهم الجديد كمان، وتحل عليه وتثبت عليه، وهقول لك تعمل كل ده ازاي، وهنتابع ده ازاي مع بعض. وانا هتابع معاكم، مش هسيبكم بس مجرد فيديو، لا هتابع معاكم كل يوم بتعملوا ايه. فما تنساش تشير الفيديو وتعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس في اول فتره ينزل فيها الفيديو، عشان الناس كلها تستفاد وتبدا المعسكر من اوله. بص يا صديقي، المعسكر ده انت هتنام فيه حوالي 6 ساعات ل7 ساعات، ممكن اقل ساعه ممكن ازيد ساعه على حسب اللي انت متراكم عليك، بس الافضل ان انت تنام ال6 ساعات وتلتزم بالمعسكر، وهتذاكر في المعسكر ده 16 ساعه. 16 ساعه دوت هيمشوا ازاي؟ بص يا صديقي، انت يومك هيبدا من بالليل، هتخش تنام على الساعه 12، من 12 لحد الساعه 5 هتنام، هتصحى هيكون فاضل على الفجر تقريبا 10 دقائق تلت ساعه، هتصلي الفجر، تبدا مذاكره من 5 ونص. الفجر بيأذن تقريبا في كل المحافظات 5 وتلت، هتصلي الفجر وتقوم تبدا مذاكره، تتوكل على الله وتبدا مذاكره. هتبدأ مذاكرة كده من 5 ونص، من 5 ونص لحد الساعة 1 ونص. دي أول فترة. احنا المعسكر ال16 ساعة دوت هنقسمهم فترتين، وكل فترة هتقسم لفترتين. أول فترة هتبقى حوالي 8 ساعات، من 5 لحد 1 ونص. فأنت تقريبا كده معاك 8 ساعات، لأن النص ساعة ديت قول إن أنت هتعمل حاجات في النص، فبتطير النص ساعة. طب دي أول فترة، هعمل إيه في أول فترة؟ بص يا صديقي، 8 ساعات دولت هتقسمهم 4 ساعات و4 ساعات. أنت هتذاكر في كل فترة مادة، يعني الفترة اللي هي 8 ساعات هتاخد مادة. دي اول فتره، هتقسم الفتره ديت 4 ساعات هتلم فيه المتراكم بتاع الماده ديت وتحل عليه. هتلم باب، هتلم درس، هتلم صفحه، معاك 4 ساعات تلم فيه المتراكم بتحل عليه. لازم تحل، الحل هو اللي هيثبت معاك، الحل هو اللي هيخليك تفضل فاكر. انما لو انت ذاكرت خلاص وحفظت وما حلتش، يبقى انت كده مش هتفتكر كمان فتره. دلوقتي خلصنا اول 4 ساعات، هنخش في 4 ساعات تانيين. ال4 ساعات دولت هتذاكر من نفس الماده بس الجديد، لان انت لسه لحد دلوقتي بتاخد منهج جديد. فهتذاكر وتحل، وحاول على قد ما تقدر في ال4 ساعات بتاعه المذاكره الحاجات الجديده ان انت تلخص الحاجات اللي انت بتاخدها، عشان لما تيجي تراجعها في اخر السنه تكون الحاجات دي متلخصه، يا دوب تبص عليها تراجع بسرعه. يبقى احنا كده خلصنا في اول فتره اللي هي من 5 لحد 1 ونص تقريبا. النص ساعه ديت احنا قلنا ان هيروح فيها مثلا صلاه، هتروح تجيب حاجه، تحط دايما لازم تحط جنبك ميه وحاجه خفيفه تاكلها. ما ينفعش تاكل حاجات تقيله، بس انت هتحط جنبك حاجات خفيفه ممكن تاكلها، ولازم يكون جنبك ميه. والتليفون زي ما متفقين دايما التليفون يكون بره الاوضه او مع حد، ما تديهولكش غير لما تخلص المذاكره اللي عليك. نيجي من 1 ونص لحد 3، احنا خلصنا مذاكرة 1 ونص لحد 3 هننام. معاك النص ساعة، انت كده هتنام ساعة تقريبا، بس نحسبها ساعة ونص لأن النص ساعة قبل ما تخش في النوم والحاجات دي، فمعاك لحد الساعة 3 نوم. فطبعا انت مش هتصحى 3 بالظبط، وعقبال ما تبدأ قول 3 ونص. فانت من 3 ونص لحد الساعة 11 ونص، ادي كده 8 ساعات. دي الفترة التانية. لازم تلتزم بالمواعيد ديت او تحاول تظبطها على حسب مواعيد دروسك. يبقى احنا كده اول فترة 8 ساعات وتاني فترة 8 ساعات، ونقسم كل فترة منهم لفترتين، فترة للقديم وفترة للجديد. يبقى انت كده بتذاكر في اليوم مادتين، القديم بتاعه والجديد بتاعه. عايز تخلي اليوم كله المادة واحدة، بس مش احسن حاجة لان انت كده هتفوت المادة دي اسبوع كامل. انما الاحسن تذاكر مادتين، عشان يبقى هتذاكر المادة مرتين في الاسبوع، فده هيخليك دايما فاكرها ومش هتنساها. نيجي للفترة التانية من 3 ونص ل 11 ونص، هتقسمها برضو 4 ساعات و4 ساعات. اول 4 ساعات لازم يكونوا اول 4 ساعات مش تاني 4 ساعات، لان انت في اول 4 ساعات بتبقى لسه عندك الطاقة فتقدر تذاكر. فهتخلص القديم وهتبقى عارف ان انت كده كده لسه وراك الجديد لازم تخلصه، فهتخلص الجديد. فهتمشي بنفس النظام، اول 4 ساعات تلم المتراكم وتحل عليه. المتراكم دوت انت هتقسمه، اصلا هتبقى كاتب كل المتراكم اللي عليك وتقسمه لاجزاء صغيره عشان تخلصه في المده دي. خلصته في 15 يوم، خلصته في شهر، خلصته في مده المعسكر، خلصته في اسبوع من المعسكر، خلصته في 5 ايام. المهم ان انت تكون خلصت في اخر المعسكر، هتشوف انت خلصت قد ايه. حتى لو انت مخلصتش كل حاجه انت كنت متارجتها، بس في الاخر هتلاقي نفسك خلصت، بدل ما كان يعدي عليك ال 15 يوم وتلاقي نفسك ما خلصتش اي حاجه. وبس كده هتوصل لحد الساعة 11 ونص، تيجي الساعة 12 عشان تنام، عشان تبدأ تاني يوم بنفس الجدول ده. طب الناس هتقولي طب فين الجدول، ليه ما حددليش المواد؟ انت اكتر واحد عارف ايه المواد اللي ناقصة عندك. ما ينفعش اقول لك تذاكر فيزياء من كذا لكذا وكيمياء من كذا لكذا. انا بقول لك الفريم اللي بتحط فيه المواد بتاعتك. انت بقى عارف ايه المشكلة اللي عندك. في واحد ممكن يكون مشكلة عنده في الانجليزي، الجدول ده يخليك تخلص الانجليزي كله في يومين تقريبا. الانجليزي مادة صغيرة تعرف تلمها. فالجدول دوت انت بتحط فيه المواد. انت ممكن تقسم الجدول، تحط يوم كذا اذاكر كذا في الفتره دي. حاليا بديك التمت او الفريم اللي انت هتحط فيه الحاجه بتاعتك، وانت هتحط اكتر حاجه انت واقع فيها. انت اكتر شخص عارف ايه الحاجه اللي انت واقع فيها. ما ينفعش ان انا مثلا اقول لك ذاكر كذا فتذاكر كذا وانت اصلا كويس فيه.
لا، انت هتشوف ايه اللي انت واقع فيه وهتظبطه. اهم نقطه وهي اصلا السر في الموضوع ده كله ان انت ما تحبطش. عادي لو فوتت يوم ذاكرت يوم، اليوم التاني ما ذاكرتوش، خلاص ذاكر تالت يوم. مش معنى ان انت فوتت يوم او ما عرفتش تذاكر او تعبت او اي حاجه ان انت اليوم التالت او بقيه المعسكر ما تلتزمش بيه، تقول له خلاص انا كده فوتت يوم مش هلحق اخلص دول 15 يوم. لا، لو خلصت يوم وذاكرت فيه، تاني يوم معرفتش او مثلا كان عندك مشكله، حصل ظرف، تعبت، اي حاجه، عادي كمل المعسكر بتاعك لحد ما تخلصه. ممكن اليوم ده تزوده في الاخر، بس المهم ان انت تمشي على المعسكر، ما تخليش اي حاجه تحبطك. طبيعي ان انت تقل شويه وتزيد شويه، ممكن في يوم تذاكر اكتر من 16 ساعه، ممكن في اليوم التاني تقلل عن كده، فلازم تلتزم. وطريقه المتابعه انا هحط لكم التليجرام والانستجرام بتوعي تحت في الديسكربشن. الانستجرام ممكن تبعتوا لي عليه وتشوفوا اي حاجه انتم محتاجينها وتبعتوها لي، وانا هنظم معاكم وهتابع معاكم. والتليجرام في جروب دوت بنزل عليه ملخصات، وهو فعلا موجود عليه ملخصات معظم المواد اللي انا لحد دلوقتي كل ما اخش ابص عليها افتكر المنهج، لان انا ملخصها بايدي. والملخصات فعلا تحفه، فممكن تشوفها في جروب التليجرام. ولو محتاجين اي متابعه ممكن تكلمني على التليجرام او على الانستجرام. وبس كده، انا مصطفى بلازيد، طالب في كليه الطب. ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تسمع الفيديوهات الجديده وتعرف حاجات اكتر.